قافلة الهدى الدعوية. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه ولا تقدرونه ولا تبجلونه ولا تجلونه سبحانه وتعالى. تدل أولا على أن الإنسان عليه أن يعظم الله وأن يقدر الله حق قدره وأن يهاب من الله وأن يخاف من الله. ومن وقار الله، من توقير العبد لله، أن يوقر الإنسان كلام الله، أن يوقر الإنسان كلام الله، وأن يوقر الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب الإنسان محبوبات الله، وأن يبغض الإنسان ما يبغضه الله، وأن يحب الإنسان من يأمر الله بمحبته، وأن يعادي من أمر الله بمعاداته. ومن وقار الله سبحانه وتعالى أن يوقر الإنسان حدود الله فلا ينتهكها، وأن يغضب إذا انتهكت. ومن وقار الله أن يأمر الإنسان بما أمر الله به وهي شريعة الأمر بالمعروف، وأن ينهى الإنسان عن ما نهى الله عنه وهو النهي عن المنكر. ومن وقار الله أن يحب الإنسان ما يحبه الله من النوافل، فالله يحب أن تؤتى نوافله وأن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. هذا كله من توقير الله. ثانيا من القضايا المتعلقة بهذه الآية أن علماء السلوك يقررون قاعدة مدارها: كلما كان الإنسان موقرا لربه سبحانه وتعالى في قلبه ومعظما لله في قلبه، كلما جعل الله له مكانة ووقارا عند الناس. وعلى قدر توقير الإنسان لحرمات الله وحدود الله ومحبوبات الله، على قدرها يجازيه الله بأن يجعل الله له وقارا في قلوب الناس.